سلام عليكم، اهلا بيكم في قناة البليد. في فيديو النهاردة هنحكي قصة حقيقية حصلت من حوالي 140 سنة، والقصة دي بتتكلم عن طفل تاه من اهله وهو صغير وعاش واتربى في البرية في وسط مجموعة كبيرة جدا من الديابة. والطفل ده كان اسمه الفتى الذئب، والاسم ده سموه بيه البشر لما لقوه، لانه ما كانش فيه حاجة تفرق بينه وبين الديب غير انه انسان والديب حيوان. غير كده ما كانش فيه اي فرق ما بينهم، يعني باختصار كان عايش مع الديابة، بينام معاهم وكمان بياكل اكلهم، وكمان ما يعرفش اي لغة تانية غير اللغة بتاعتهم. فحضر لي بقى مج الشاي بحليب بتاعك وبقسماطك وخلينا نبتدي. في بداية كلامنا كده خلينا الأول نتكلم عن كرتون تقريبا مفيش حد ما اتفرجش أو ما سمعش عنه، وهو كرتون الطفل الأسطوري مواكلي، اللي معمول من كتاب الأدغال لكاتب كده اسمه روديار. والكرتون ده بنسبة كبيرة فكرته مستوحاة من القصة بتاعة النهاردة. والناس اللي شافت الكرتون ده كتير منهم ما يعرفش إن فيه قصة حقيقية بتتكلم عن طفل عاش مع الديابة في البرية لمدة 6 سنين لحد ما اكتشفوه البشر، وإن القصة الحقيقية دي ولا كانت ممتعة ولا كان فيها أحداث سعيدة زي اللي كانت في الكرتون، بل بالعكس واقع القصة كان قاسي جدا مقارنة بأفلام الكرتون اللي كلنا شفناها. فقصتنا ابتدت سنة 1872 لما كان في شوية صيادين رايحين يصطادوا في غابة جوه ولاية في الهند اسمها ولاية أوتار. وبعد ما نصبوا الخيم بتاعتهم اكتشفوا انهم نصبوا خيامهم في مكان قريب من جحر الديابة، واللي اكد لهم ده انهم لقوا هياكل لعظم حيوانات مرمية ورا الخيم بتاعتهم. وما فاتش دقيقتين الا هم سامعين صوت الديابة وهي بتعوي، فاتخضوا كلهم وبعدوا عن الخيم بسرعة وفضلوا مراقبين المكان من بعيد لحد ما الديابة قربت من الجحر بتاعها. وساعتها كلهم اتفاجئوا بحاجة مفيش عقل بشري ولا عقل بقري يتخيلها، وهو انهم لقوا انسان ماشي على ايديه ورجليه في وسط الديابة، وكمان داخل معاهم الجحر بتاعهم كأنه واحد منهم. فاستغربوا وسألوا نفسهم ايه اللي جاب الانسان ده هنا وماشي كده ليه، وازاي الديابة سايباه يمشي معاهم وكمان يخش معاهم الجحر بتاعهم. ومن الرغم من كمية الفضول اللي كانت عندهم في انهم يعرفوا ايه قصة الانسان ده، الا انهم كانوا مرعوبين جدا. بس في النهاية وبعد ما فضلوا مراقبينه اكتر من اسبوع اجمعوا كلهم على انهم عايزين يمسكوه عشان يعرفوا ايه قصته. بس يجي واحد منهم ويحبطهم ويسألهم سؤال مهم، وهو ازاي هنمسك الفتى الذئب ده والديابة ما بتسيبهوش قايم شارب نايم معاهم. فكانت الإجابة إنهم عشان يمسكوه لازم يدوروا على طريقة يبعدوا بيها الديابة عنه. وبالفعل حاولوا بأكتر من طريقة، لكن في كل مرة كانوا بيفشلوا، لحد ما واحد فيهم اقترح عليهم اقتراح، وهو إنهم يولعوا نار في الكهف، واول ما الديابه تطلع يقتلوهم، وبعد كده يستفردوا بالفتى الذئب ده لوحده. فسمعوا الفكره من هنا وعجبتهم وراحوا مطبقينها على طول. وبصراحة ربنا الخطة مشيت في اللذيذ وزي ما هم كانوا مخططين بالظبط. وفي النهاية أخيرا مسكوا بطل قصتنا النهاردة اللي عمره كان حوالي 6 سنين، وودوه دار الأيتام. ومن هنا تبدأ رحلة الفتى الذئب او ساني شار. وساني شار ده الاسم اللي سموه بيه في دار الايتام، ومعناه يوم السبت باللغة بتاعتهم، واتسمى كده لانه وصل لهم يوم السبت. فقعدوا يفكروا هنسميه ايه فاحتاروا فراحوا مسمينه يوم السبت او ساني شر. بس عشان الاسم تقيل على لساني خلينا نكمل حلقتنا واحنا مسمينه الاسم الاولاني بتاعه وهو الفتى الذئب. ويبدأ بطلنا يحاول انه يتأقلم في دار الايتام اللي هي للأسف مش شبه المكان اللي كان عايش فيه وقضى فيه سنين كتير، ده غير انه عمره ما شاف بني ادمين ولا يعرف يتعامل او يتواصل معاهم ازاي. وطبعا حياته في الغابة خلت ذكائه يكاد معدوم، بس كان بيطلع منه شوية طرطشة ذكاء كده خفيفة. واللي اكد الكلام ده راجل كده اسمه الاب أرهر، وده كان رئيس دار الأيتام اللي فيها الفتى الذئب. وأكد على إن من الرغم من إن ذكاء الولد يكاد معدوم إلا إنه لسه بيظهر عليه علامات الذكاء والفطنة، بس للأسف قضى حياته كلها ما بيعرفش يتكلم. ده من الرغم إن في ناس كتير في الدار حاولت معاه إنها تعلمه الكلام والقراية والكتابة، بس فشلوا كلهم. وكانت وسيلته الوحيدة في التواصل إن هو يعوي زي الديابة، وفضل يمشي على إيديه ورجليه فترة طويلة جدا، بس في النهاية قدر يتعلم المشي زي البني ادمين عادي. ومن ضمن الحاجات اللي كانت صعبة عليه وما بيعرفش يعملها انه ما كانش بيحب يلبس هدوم نهائيا ولا ياكل اكل مطبوخ، كان بيفضل دايما ان هو يبقى عريان وياكل اللحمة نية. وفي وسط اللعبكة دي يظهر طفل
اسمه شيب، وشيب ده كانت ظروفه نفس ظروف الفتى الذئب بالظبط، وكان عايش في الغابة وسط الحيوانات، بس تم اكتشافه قبل اكتشاف الفتى الذئب ب10 سنين، وده اللي خلى حالته تبقى متحسنة ونسبة ذكائه تتظبط شوية. وأول ما عرف مدير الملجأ بالقصة دي راح رايح للملجأ اللي فيه شيب، وطلب منهم ان هو ياخد شيب معاه للملجأ بتاعه ويقعدوا مع الفتى الذئب يمكن يتأقلموا مع بعض. فالناس وافقوا وادوله شيب عشان يروح معاه، واول ما وصلوا راح حاطط شيب والفتى الذئب في اوضه لوحدهم وفضل مراقبهم من بعيد. وبعد فتره اكتشف ان شيب والفتى الذئب بقوا صحاب جدا، وقدر شيب يأثر على الفتى الذئب في حاجات كتير جدا، زي انه علمه انه يشرب في الكوباية وياكل اكل مطبوخ زينا عادي. بس بعد 10 سنين حصلت حاجة غريبة جدا، وهي ان الفتى الذئب بقى بيفضل انه يبقى قاعد دايما لوحده، وكره الاختلاط بالبشر نهائيا. حتى صاحبه شيب بقى بيبعد عنه، وكأنه بقى حاسس نفسه أجنبي في وسط البشر. ويمكن السبب في ده إنه عاش جزء كبير من حياته في وسط الحيوانات في الغابة، واللي يخليك تستغرب إنه من الرغم من إنه كان رافض الحياة البشرية، زي مثلا إنه ما كانش بيحب يلبس هدوم ولا حتى بيعرف يتكلم، وبيحن دايما للحمة النية وعلى طول مبحلق في القمر زي الديابة، إلا إنه اتعلم من البشر عادة كانت السبب في موته، وهي التدخين. وللأسف ما كانش مدخن عادي، لا ده أدمن التدخين، يعني زي ما بيقولوا كده حريقة سجاير. والعادة دي كانت السبب في انه يجيله مرض اسمه مرض السل، اللي كان السبب في موته وهو عنده 29 سنة. وقبل ما ننهي الحلقة كنت حابب اقولك ان الفتى الذئب ده ما كانش الطفل الوحيد اللي لقوه في الغابة، بل بالعكس ده كان واحد من ضمن مجموعة كبيرة جدا من الأطفال البريين اللي تم اكتشافهم في الهند على مر السنين، عشان بعد كده نكتشف ان الهند ليها تاريخ طويل من الأطفال البريين اللي اتربوا على ايد الحيوانات في الغابة، والحيوانات دي زي الديابة والفهود والكلاب. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، ولو حابب انك تنضم لعائلة البليد وتكون من اول الناس اللي بتشوف الفيديوهات اول ما بتنزل، فاحنا بننزل على القناة هنا فيديو كل اسبوع، والفيديو ده بيكون يوم الخميس الساعة 7. فلو قررت انك تنضم للعيلة ابقى عرفني في الكومنتات تحت. وبما انك مكمل الفيديو لحد دلوقتي فانت اكيد فاضي وما عندكش حاجة تعملها، فلو كلامي ده صح تعالى اضيع لك الفضا ده بحلقة كده كنت بتكلم فيها عن قصة الملك الهندي جاي سينج اللي تم طرده من معرض رولز رويس اللي موجود في لندن، وده بسبب ان الموظف اللي في المعرض ظن ان هو راجل هندي فقير ومعهوش فلوس. فلو عايز تشوفها هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. سلام عليكم.